سلام عليكم. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ المهم مش هقول حاجة غير اني اسف لاني اتأخرت ده كله، وده طبعا بسبب الثانوية العامة وقرفها، وربنا يعلم المشاغل اللي انا كانت ورايا. فاتمنى ما تزهقوش مني وتلغوا الاشتراك وتتضايقوا يعني. وبجد يعني مش عارف اقول ايه للناس اللي لسه معايا وواقفة في ظهري لغاية دلوقتي. المهم قبل ما نبدأ عايزك تنافي الشروط، ولو انت جديد في قناتي فاهلا بيك، وتعالى قرب عشان اقولك على الشروط. وهي هتجهز المشروب المفضل ليك واللب، وتسمع بصوت عالي في أوضة ضلمة ولوحدك، ولو حد معاك فياريت بلاش كلام كتير وبس. وأتمنى لك يا صديقي أقصى درجات الرعب. استمتع. كنت نايم لما جالي تليفون الساعة 1 بالليل، وكان من رقم غريب أول مرة أشوفه. فرديت وسمعت صوت واحدة بتقولي: يا جمال باشا، اللي بيحصل فيا وفي عيالي ده حرام والله. انت لازم تجيلي دلوقتي. من صوتها كده عرفت انها حسنية بتاعت المقابر. فرحت قايل لها: مالك في ايه؟ وبعدين اجيلك فين الساعة دي؟ الوقت متأخر جدا. صرخت وراحت قايلة، وراحت زعقت كده وقالت: مروة بنت عمك من وقت ما اتدفنت عندي والمقابر مقلوبة ومفيش حاجة على بعضها يا بيه. ورحت قايل لها: يعني ايه اللي انت بتقوليه ده يا حسنية؟ والله العظيم زي ما بقولك كده، أصوات صراخ بالليل ما يعلم بها إلا ربنا، وخيالات بتجري في كل حتة. ده غير طبعا صوت الترزيع ورمي الطوب اللي على باب بيتي بالليل. احنا كده يا جمال باشا مش عارفين نعيش. بقولك ايه يا بيه، لازم تجيلي دلوقتي، وإلا والله لا هيكون في تصرف تاني. وقفلت المكالمة في وشي. فضلت اتصل بيها كتير بس ما ردتش، فللأسف اضطريت إني أروح المقابر، وكانت ساعتها الساعة 2 بالليل. المهم وصلت بعد 10 دقايق لأن المقابر قريبة من بيتي، ولقيت حسنية واقفة على البوابة، ووصفها إنها كانت ست في الأربعينيات كده، وملامحها زي الستات الصعايدة الكبار اللي عارفينهم انتوا دول، وماسكة زي عصاية مقشة بس حديد بقى، ولابسة جلابية سودا، وده غير عينيها اللي لما تشوفها تخليك تقشعر. رحت قايل لها: بعد العشرة دي تتصل يا حسنية؟ يا بيه بلا عشرة بلا نيلة، أنا ست وحدانية وبربي 3 عيال وجوزي ميت وما عنديش راجل يحميني. رحت قايل لها: اهدي بس اهدي، فهميني ايه اللي بيحصل. راحت قايله لي: مفيش وقت يا بيه، انت لازم تيجي معايا دلوقتي. وراحت شدتني من ايديا ومشينا طريق طويل وضيق، كان كله رمل وحصى، والدنيا كلها ضلمه، وحسنية كانت منورة بكشاف كبير كده، لغاية ما وصلنا لحد القبر بتاع مروة بنت عمي. وراحت حسنية بتشاور لي على القبر بتاع مروة وبتقول لي: اتصرف بقى يا باشا. رحت قايل لها: عايزانا مثلا ننزل القبر يعني؟ لا يا بيه، انت اللي هتنزل لها وانا هستناك هنا. انا ساعتها قلبي زادت ضرباته قوي، وجسمي رغم الجو التلج بدأ يشر عرق من كل حتة. فلسه كنت هقول لها لقيتها بتقول لي: قسما بربي لو ما نزلتش وفهمتني اللي بيحصل لارمي لك الجثة في الشارع. رحت قايل لها: طب خلاص بس بشرط، رجلي على رجلي. راحت حسنية فكرت شوية كده وقالت لي: ماشي. وكانت المصيبة إننا قبل ما ننزل بصيت حواليا، وشفت حسنية وبعيالها ال3 من بعيد خالص، وبتبص عليا في قمة غضبها. أنا ساعتها لساني اتخرس وبصيت لحسنية اللي جنبي وفضلت باصص لها. والمهم نزلنا القبر، وكانت جثة مروة محطوطة على ركن من الأركان كده. وراحت حسنية قالت لي: شيل الكفن عن وشها وافتح بقها لحسن يكون في حد دسس لها عمل في بقها. مش عارف ازاي كنت بسمع كلامها ساعتها، ووطيت عند راس مروة وشفت بقها كان لسه متحللش. وكنت بقى اتعامل معاها بحرص شديد، وده طبعا لاني دكتور تشريح وكده. بعد ما خلصت تدوير رجعت الكفن على وشها تاني، ورحت لفيت بجسمي وببص لحسنية. وكانت المصيبة لقيتها مرمية على سلالم القبر، وعينيها مفتوحة للآخر وبتشاور لي على حاجة ورايا. اتلفت ورايا بسرعة ولقيت جثة مرة واقفة في وشي، وعينيها مفتوحة وكأنها عايشة. وراحت لحسنية ومسكتها من ايديها وشدتها، وراحت وراحت موقفاها. حسنية فضلت تصرخ وتستنجد بيا، ولما حاولت اروح لها الجثة زقتني بقوة 40 راجل، لدرجة اني اتهبدت على حيطة من حيطان القبر. وفجأة جثة مروة رمت حسنية بره القبر وراحت متلفتالي. وكانت المصيبة اني شفت اخو مروة اللي هو ابن عمي، وكان اسمه علي. وبعدين مروة كانت ماسكة في ايديها حبل وملفوف زي المشنقة كده. وراح علي بمنتهى البرود ركع قدامها، وكانت عينيه بيضة تماما. وراحت حطت الحبل حوالين راس علي وفضلت تخنق فيه لغاية ما مات. وبعدها رجعت مكان رقدتها ولا كأنه حصل أي حاجة. وأنا طلعت أجري وخرجت من القبر بفزع، وكانت لسه حسنية مرمية مكانها بتبص على اللي بيحصل جوه القبر. رحت سحبها من ايديها وكان دراعها كله مزرق.
وقلت لها خلاص يا حسنية انا هتصرف في اللي حصل ده، ويا ريت ما تقربيش من القبر ده تاني. ومشيت. وانا بقى في الطريق فضلت اخد ودي مع نفسي كده، وفضلت اقول طب اشمعنى علي هو اللي ظهر؟ طب ليه هي شنقته مع انه كان اخوها يعني؟ فقررت اني اروح ازور مرات عمي. فرحت. المهم دخلت قعدت، بس طلبت من مرات عمي ان ادخل اشوف في اوضه مروه. المهم دخلت وفضلت افتكر كده وابص حوالين الاوضه. فوانا ببص في درج اللي جنب السرير، فلقيت ورقه ببص فيها، لقيت مكتوب اللي هيقرا الرساله دي ايا كان مين لازم يعرف اني اتبهدلت قوي اخر ايامي. اصل انا كنت حاسه اني هموت، وانا اتبهدلت قوي بسبب اخويا علي. بعد ما بابا مات علي خد الورث كله ومن غير ما ينفذ وصية بابا، ودي اللي كانت بتقول ان اخد تلت الميراث. وانا كان عندي سرطان في المخ بس ما قلتش لحد، وفضلت استحايل عليه كتير بس مرضيش يديني الورث. غير كمان ما كانش معايا فلوس عشان اكل. انتوا من اللي تعرفوه ان سبب موتي هو السرطان، ولكن للاسف انا ميتة بحسرتي وغضبي على علي واللي عمله في اخته. وخلصت الرسالة على كده. فانا رحت قايل في نفسي عشان كده جثة مروة كانت بتخنق علي وعايزة تنتقم منه. وكمان لما سألته ليه ما جاش العزا ولا الدفن، لا واللي الأغرب إن هو يوم موتها فضل يضحك معايا في التليفون ولا كأنها حصل حاجة. وتاني يوم فضلت أتصل بيه أكتر من 15 مرة لغاية ما رد بالعافية، وقلت له أنت لازم تجيلي البيت علشان في حاجة ضرورية لازم أوريها لك. فضل يتحجج كده ويحاول يتهرب، ولكن زعقت فيه وسكت شوية كده وقال لي خلاص أنا جاي. المهم جه وخبط، فتحت له وقعد على الكنبة وقلت له علي فين ورث أختك؟ راح ردد عليا قال لي إيه؟ ورث مين؟ قلت له ورث أختك يا علي، أنت مش قايل لي إنك اديتهولها؟ فين الورث يا علي؟ راح قايل لي إيه يا عم جمال؟ أنت جايبني على ملأ وش عشان تقول لي الكلام ده؟ رحت قلت له ورث أختك لازم تعمل بيه حاجة ليها. راح قايل لي يا عم انت مجنون، قلت لك اديتهولها. ما خلاص بقى يا جمال، السيره دي واحده مجنونه وماتت وارتحنا منها. بقول لك ايه، انا ماشي لو عايزنا يا جمال نفضل قرايب، ما تجيبش سيره الملعونه دي تاني اللي ربنا يجحمها دي. انا وقفت مذهول من الموقف. رحت وقفت وقلت له طب استنى بس، قبل ما تمشي عايزك معايا في مشوار كده. وافق وخدته ورحنا المقابر. وهنا فتحت حسنية البوابة، ورحت مديلها دواء و1000 جنيه علشان تدينا المفتاح وتتهدى شوية. مشيت أنا وهو لغاية القبر بتاع مروة. فتحته وراح علي قال لي إيه ده أنت جايبنا هنا ليه؟ وليه في الساعة دي؟ قلت له بص أبوك كان شايل بورس في القبر ده وقال إن أنا أديهولك، تعالى يمكن تحتاجه ولا حاجة. ونزل معايا. وأول ما نزل علي الباب القبر اتقفل، وبقى القبر زي بقعة سودا إحنا موجودين فيها. راح علي قال الله يخرب بيتك يا جمال، بتنزلني التراب بالليل؟ احنا كده مش هنخلص النهارده. قلت له بس بقى لما نشوف المصيبه دي. فجأة سمعنا أصوات أنفاس حوالينا، وفضل الوضع ده حوالي دقيقة كده. وبعديها فضلت أنادي على علي بس مفيش أي رد. فضلت مرة واتنين وتلاتة بس مفيش حاجة سامعها. فجأة أسمع صوت من بره وفضلت أخبط على باب القبر، وراحت فتحت لي حسنية وقالت لي إيه يا بيه اللي خلاك تقفل الباب عليك؟ أنا قلت لها والله يا حسنية أنا ما قفلتهوش. ورحت مديت لها فلوس وقلت لها إن هي ما تحكيش أي حاجة. ودلوقتي انتوا هتسألوني عن علي، احب اقول لكم انه اختفى وما تسألونيش ازاي لاني معرفش. المهم روحت البيت وانا دماغي هتقف من كتر التفكير. ووصلت ولسه بفتح باب اوضتي كانت المصيبة علي مشنوع على سقف اوضتي. انا وقفت مصدوم مش عارف اتكلم ولا انطق، زي بالظبط المرة الاولى في الترب. فجأة امي جت وبتقول لي جمال يا جمال، انت يا ابني مالك بتسمر لي كده؟ اكنك شفت عفريت ولا ايه؟ رحت بصيت لها وقلت لها يا ياما مفيش حاجة مفيش حاجة. وكانت المفاجأة إن لما بصيت تاني ملقتش أي حاجة في السقف. مشيت أمي ودخلت وقعدت في الأوضة وأنا مصدوم وبقول في نفسي يا ترى اللي عملته ده صح ولا غلط؟ طب علي ممكن تكون مروة قتلته ولا إيه؟ المهم نمت من كتر التفكير والتعب، وصحيت على أمي بتقول لي مروة عايزاك بره يا ابني. رحت قول لها طيب أنا جاي. طيب إيه؟ إيه يا أمي أنت بتقولي إيه؟ مروة؟ دقات قلبي بدأت تزداد بسرعة قوي. يا نهار اسود، هي مش مروة دي ميتة؟ ازاي امي بتقولي كده؟ طب اطلع ولا لأ؟ وبعدين رحت طالع. دي هي فعلا قاعدة، وهي قاعدة حاطة راسها في الأرض وعمالة تطلع بجسمها قدام وورا. قعدت قصادها وعدى حوالي 5 دقايق لغاية ما ابتديت أزهق، وقلت لها هو مش انت ميتة يا مروة؟ رد عليا. ازاي كده؟ فجأة ويا رب تكونوا توقعتوا ايه اللي هيحصل. النور بدأ يترعش
وكل رعشة وانا مركز مع مروة. وفجأة مروة رفعت راسها وفضلت تهزها في كل اتجاه بسرعة رهيبة لدرجة سمعت صوت فقرات رقبتها وهي بتتفكك عن بعضها، والنور راح قطع فجأة. فضلت قاعد متسمر في مكاني حتى قللت نفسي من كتر الخوف، وبقى كل حاجة مرعبة تتجسد في عقلي في الوقت ده. وفجأة وفي لمح البصر النور رجع تاني ومشي في ثانية، بس اللي شفت في الثانية دي يفوت أيام. شفت مروة ماسكة علي ومراته وبنته وراحت دبحاهم، وراحت لحست الدم بلسانها المفزع اللي شبه التعبان وتخين كده ومشوب الطول، وراحت جريت عليا وبقى وشها في وشي وصرخت صرخة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ساتر يا رب، إيه الحلم ده؟ لا أنا لازم أروح الترب عند القبر بتاع مروة. المهم وأنا بلبس جالي تليفون من حسنية، رديت وفضلت أقول ألو ألو. كل اللي سمعه هو صوت حاجات مكتومة. بصراحة أنا ما قدرتش أعرف أو أحدد هي إيه دي. رحت الترب وفتحت لي حسنية، بس مش عارف ليه حاسسها إنها باردة كده ومفيهاش روح. قلت مش مهم، ورحنا عند قبر مروة وقلت لحسنية افتحيلي، بس ساعتها الجو خيم قوي وبقى السما لونها أحمر قاتم. وفتحت حسنية القبر، وكانت المصيبة ألقى حسنية جوه القبر وعيالها التلاتة بطنهم مفتوحة ومرميين جنب بعض، وقاعدة حسنية عمالة تاكل فيهم بسنانها البشعة ووشها اللي من الجحيم حرفيا. معنى كده طب يا رب مين اللي واقفة جنبي دي؟ يا نهار اسود. وفجأة سمعت صوت ضحك من خبيث من ورايا، واتلفت الاقي مروة عمالة تضحك بخبث كده، وراحت بدأت تقول طلاسم وحاجات كده مش عارف هي ايه دي. بس فجأة ابواب التراب كلها اتفتحت وبقى في ظلال كتير قوي عمالة تجري من هنا ومن هناك، عمالة تخرج من القبور، واصوات ربنا بس هو اللي اعلم بيها. ايا كان اللي بيسمعني، انت متخيل الموقف اللي انا كنت فيه؟ انا بقيت احاول افتكر اي آية او اي كلمة في القرآن بس ما كنتش قادر بسبب اصوات الصفير اللي في مخي، ولدرجة ان بدأ جسمي يتشنج بطريقة شديدة جدا. وفجأة كل حاجة وقفت، حسيت اننا اتجمدنا، مفيش حاجة بتتحرك، وكانت المصيبة. وكده يا صديقي يكون خلصت الجزء الاول من القصة دي. عايز اقول لك حاجة، يا ريت ما تزعلش مني اني بتأخر في الفيديوهات، بيبقى والله العظيم غصب عني، وعارف لما تبقى قدي هتعرف حجم الموضوع اللي انا فيه. وطبعا لو انت اكبر مني فانت اكيد هتقدر اللي انا فيه. ويا ريت يا ريت يعني تدعمني بلايك واشتراك، وده علشان صوتي يوصل لاكبر عدد من الناس وبس. واتمنى ان اكون نلت اعجابك، وبشكرك يا صديقي على سماعك القصة، وشكرا.